السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة ملح وحلو مع لبنى. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله تحت الطلب ديالكم سلطه غزاله سهله. لقات الاستحسان كبير لا سلطه اللي كنت بارطاجيت معكم. واحد الاخت قالت لي نعطيكم شي صوص اللي تكون هكا زوينه. اليوم غادي نديروا هاد لي بات اللي كيكونوا ملونين. غنديروا واحد شويه ديال الملحه، الماء، شويه زيت الزيتون، واحد ورقه سيدنا موسى، وشويه الثومه الا بغيتو. وكنديروا لي بات ديالنا كيتسلقوا، كنسقطروهم مزيان. وغتشوفوا معايا انا اختصرت لكم الفيديو، حيدت لكم اللقطه ديال فاش تسلقات لي بات واخترتها باش ما نطولش عليكم. هنا درت شويه ديال الكورنيشون اللي كنقطعوه رقيق. خديت واحد جوج مطيشات صغار قطعتهم حتى هما رقاق، كنديرهم بالقشره ديالهم باش نبقاو ديما في الفوائد وتكون الحاجه صحيه. هنايا عندي شويه ديال المايس اللي غسلته مزيان وسقطرناه من داك الماء. وعندي الطون بلا زيت، الطون ديال الماء اللي كناخذوه حتى هو كنسقطروه مزيان من الماء ديالو. صافي كناخذوا هذيك العناصر كامله كنخلطوها مزيان حتى كينسجم لينا هذاك لي بات، كتنسجم لينا مع داكشي كامل اللي درنا فيها. وكيجي منين كنجيو نهزو لا سالاد كتجينا كلشي فيها متفرق. ضروري من اننا نخلطوها جيدا. غادي نديروا لها شويه ديال الابزار، فلفل الاسود، وغادي ندير واحد شويه ديال الملحه، حيت لان حنا الغرض ديالنا ماشي باش نديروا لاصوص. حنا غادي نديروا واحد الفينيغريت اللي كتجي رائعه، وان شاء الله غادي تعتمدوها في رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. كتجي غزاله وصحيه. صافي هنا غادي نجيو باش نديرو دابا نقادو لا سالاد ديالنا في الطبسيل. كناخذوا واحد الطبسيل كنديرو فيه، ناخذوا شويه د الخس ولا اي سالاد عندكم نتوما، كنغسلوها مزيان كنشفوها وكنجيو كنفرشوها في هذيك لاصيات ديالنا باش تجي هكا اللوينات يكونوا زوينين ومتناسقين. كتعطي كي كنقولوا العين كتاكل قبل من الفم. صافي هنا غادي ندير هاد لا سالاد، هي راه ساهله، وان شاء الله غادي نبقى نبارطاجي معكم في رمضان دي سالاد هكا اللي يكونوا صحيين وزوينين. صافي وغادي تشوفوا معايا غادي نديروا ديك لي بات، غادي نديروا شويه د خيزو. صافي انا غنديروا شويه ديال الخيزو محكوك حتى هو غنديروه في الجناب. غادي نديروا شويه د الزيتون الاسود الا كان متوفر عندكم، ولا زيتون خضر. بغيتو ديروا البيض مسلوق كديروه، نتوما لكم الاختيار. انا ما درت لا بيض مسلوق لا والو، درتها غير بالطون. وراه درنا حويجات فيها اللي زوينين وصحيين. صافي هنا غادي نكمل هاد لاسيت ديالي وغادي ندوزو باش نصاوبوا ان شاء الله لاصوص. بالنسبه لاصوص ديالنا غادي نحتاجوا واحد الدانون يكون مسوس، كتجي زوينه بزاف. سي اون ماشي شي صوص اللي كتكون ثقيله، كتجينا بحال شي فينيغريت. غادي نديروا دانون يكون مسوس، غادي نديروا شويه ديال الحامض، غادي نخدموا بزيت الزيتون، وغادي نديروا واحد المعلقه ديال الموطارد، وغادي نديروا شويه د المليحه وشويه ديال الابزار. صافي وغادي نخلطوا هاد الصوص ديالنا. كتجي كي قلت لكم لذيذه.
صافي الشكل النهائي ديال لاصالاد ديالنا هو هذا. غادي نزوقوها شويه، نسقيوها بهذيك لاصوص اللي صاوبنا وكنقدموها بالصحه والراحه. ان شاء الله تعجبكم الفكره ديال اليوم. ما تنساونيش من التعليق ديالكم الزوينه والجميله والمحفزه. وقناه مبتدئه ان شاء الله بالفضل ديالكم غادي تزيد تكبر العائله ديالنا ويكون العطاء ان شاء الله اكثر. شكرا لكم، دمتم في رعايه الرحمن. نتلاقاو ان شاء الله في افكار اخرى ووصفات اخرى.